عليكم. دابا ان شاء الله غادي ندوي على واحد الموضوع اللي مهم بزاف واللي كيتعاود وكيتكرر بزاف في المجتمع ديالنا، اللي هو علاش الفكرة ديال الزواج ما بقاتش عند الشباب المغربي. وهاد السؤال يعني من بين الاسئله بزاف اللي كتبقى تدور بين بنادم، يعني كتلقى الناس في القهاوي تيدويو على نفس السؤال، في الدار، في السوشيال ميديا، وكل واحد وكيفاش كيبرر الهروب ديالو من هاد المساله ديال الزواج. كاين اللي كيقول انه سبب الفلوس، كاين اللي كيقول انه ما بقاوش بنات الناس، كاين اللي كيقول انه الزواج مشى مع ناس والناس ديال شحال هذا. ولكن اليوم غادي نهضروا على الحقيقه اللي حتى حد ما تيقدر يقولها، وغادي نشوفوا الاسباب الحقيقيه اللي خلات انه الشباب يبقاو يبعدوا على الزواج. نبداو بالسبب الاول. السبب الاول هو نقدروا نسميه الازمه الاقتصاديه. يعني انه الزواج اليوم ولا بحال قلتي واحد المشروع اللي هو صعيب. يعني خاصك دار، خاصك خدمه، خاصك مصاريف ديال العرس، خاصك التكاليف ديال الحياه اليوميه. واحد الشاب اللي عنده ما بين 25 و 30 يعني مازال ما خدامش، كيفاش غادي يقدر انه يفكر في هذه الفكره ديال الزواج وهو مازال ما مستعدش؟ يعني حتى ولو بغى، الواقع يعني ما كيسمحش ليه. وهذا السبب هو اللي كنظن منتشر بزاف عندنا في المجتمع، خصوصا في المغرب. يعني هذا هو السبب الحقيقي اللي تيخلي اكثريه الشباب انهم يبعدوا على الفكره ديال الزواج او الارتباط بصفه عامه. بالنسبه للسبب الثاني اللي كيبان لي انه منطقي، هو انه اكثريه الشباب يعني تيخافوا من الفشل. يعني خصوصا دابا ولينا كنشوفوا بزاف على الطلاقات بزاف في المغرب، يعني كبير بزاف، واكثريه الشباب يعني تيخاف من المستقبل ديالو في ديك العلاقه. يعني تيقول انه علاش غادي نغامر، يعني كيفاش غادي نكون مسؤول على واحد الاسره وحتى انا راسي مازال ما فهمتوش. يعني تيبقى يطرح تساؤلات بزاف، وكيبقى يخاف انه من داكشي اللي غادي يوقع في المستقبل. وهذا الصراحه غلط كبير، حيت الانسان كيبقى يحكم على تجارب ديال الاخرين، وهذا خطا كبير. السبب الثالث للاسف اللي كتقع فيه الاغلبيه ديال الشباب المغربي، او لا يعني الشباب العربي بصفه عامه، ولا نقدر نقول في العالم كامل، هو انه كيكون عندهم علاقات سطحيه في السوشيال ميديا. يعني كيكون الانسان يعني لاقي راحته فيما يسمى بالحرام، وكينسى انه يفكر في فكره الزواج، وكتكون عنده اصلا مشكل ديال الادمان على الاباحيه، واوتوماتيكمون الدماغ ديالو كيبقى يتبرمج على المتعه السريعه. يعني ما كيبقاش يفكر انه يدير واحد العلاقه اللي هي جديه، وانه يمشي بعيد ويدير الولاد، يدير شحال من حاجه. يعني كيفكر هو في ديك العلاقه السريعه اللي غادي يقدر انه يقضي الحاجه ديالو في البلاصه. وهذا الشيء هو اللي كيخلي الفكره ديال الزواج منعدمه بزاف عند اكثريه ديال الشباب. والسبب الرابع اللي كنشوف هو انه ما كتبقاش الثقه بين الطرفين. يعني الدريات تتصوروا انه الشباب يعني ما بقاش كما هو، يعني كما كنقولوا ماشي ولاد الناس، والشباب حتى هما كيتصوروا الشابات انهم ما بقاوش بنات الناس. يعني فقد الثقه بين الجنسين، يعني كل طرف ولا كيشوف الطرف الاخر بطريقه سلبيه، وكيدخل بيناتهم واحد الحاجه اللي كتاثر بزاف على العلاقه، اللي هي الشك. وهذا الشيء دائما هو اللي كيسبب في انه يكون هذا الطلاقات كبيره بزاف وكثيره، حيت الشك يعني تيقتل العلاقه. واخا تكون قويه لاقصى درجه، الشك تيدخل الشك في العلاقه وتيخرج على العلاقه. والسبب الخامس والاخير اللي كنشوفه انه حتى هو عنده دور كبير في النسيان ديال فكره الزواج، هو انه تيكون غياب النضج الشخصي. يعني تيكون الشباب عايشين وسط ضغوط بزاف، عندهم مشاكل، عندهم يعني مبقاش عنده الوقت في انه يفكر في راسو او لا في ذاته، او لا كيفاش انه في هذه الفكره ديال الزواج. يعني تيكون عايش وسط ضغوطات كبيره، وهذا الشيء هو اللي كيخلي الانسان انه يهرب من الالتزام او لا من الواجبات ديالو، او لا مجرد يفكر انه في هذه الفكره ديال الزواج. الحاجة الأخيرة اللي نقدر نقول هو أنه يعني الزواج ماشي شي حاجة اللي هي عيب، ولكن نراها واحد المؤسسة كبيرة في الحياة، كتجمع ما بين المسؤولية وما بين الراحة، ويكون واحد الدعم متبادل ما بين الطرفين. يعني ما يكونش غير من طرف واحد، يعني خاص يكون متبادل باش أنه تكون الاستمرارية. حيت إذا كان من طرف واحد بطبيعة الحال ما كتكونش الاستمرارية. يعني ماشي عيب أنك تقول أنا ما مستعدش دابا، ولكن العيب هو تبقى تهرب ديما من راسك، وديما ديما تخلي راسك وسط الضغوطات، وتهرب من هذه الفكرة هذه. وطبيعة الحال باش أنك تفكر فيها خاص تكون مستعد ماديا ونفسيا وروحيا. المهم إلا عجبكم هذا الموضوع هذا، ما تنساوش ديروا اشتراك للقناة ولايك للفيديو باش ديما يوصلكم الجديد إن شاء الله، في رعاية الله.